السلام عليكم ورحمة الله. معكم الحسن من قناة كرامز، وموضوع حلقتنا اليوم اللي هو مهم بزاف. شنو هما المراحل اللي غادي دير باش انك تحول السيارة في الملكية ديالك وتخرج لك كارت غريز في السمية ديالك. هذا الموضوع اللي طلبوا مني بزاف ديال الناس باش انني نهضر فيه، قررت انني اليوم نهضر معكم بالتفصيل باش انكم تربحوا الوقت، وباش انكم ما تلقاوش مشاكل ديال انه تمشيو حتى تبغي تدفعوا الوراق وتلقاو شي مشكل انهم يردوكم يقولوا لكم خاص هاد الورقه، لا حقا خاص هاد الورقه، خاص هاد الورقه. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غادي تستافدوا وبزاف. وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد. اول حاجه هي فاش كتقلب على السياره، يعني فاش كتكون قلبتي على السياره ديالك، يعني اختاريتي السياره اللي بغيتي بالبيدجي ديالك. راه كنظن درت سلسله اللي هي مهمه بزاف اللي كنصحكم باش انكم تفرجوا فيها. غنخلي لكم اللين في الكومونتير. في حاله بغيتي تاخذ طوموبيل ب 3 ديال المليون او 4 المليون او 5 المليون، عطيتكم احسن الخيارات في جميع الفئات تقريبا. بالنسبه غنخلي لكم كيف ما قلت لكم اللين في كومونتير. اول حاجه فاش كتكون صافي اختاريتي الطوموبيل، يعني شفتي الطوموبيل اللي تعجبك، على سبيل المثال غنعطيكم مثلا داسيا لوغان. شفتي واحد داسيا لوغان مثلا وعجباتك، شتيها وعجباتك، كتبان لك باقا نقيه وباقي فيها، يعني عجباتك المظهر ديالها ظاهريا كيف ما كنقولوا عجباتك. اول حاجه كدير هي انك خصك تشوف شي ميكانيك، يعني شي ميكانيكي. ثاني حاجه طولوري، الميكانيكي باش انه يشوف لك الحاله ديال الطوموبيل، الحاله الميكانيكيه ديال الطوموبيل كيف دايره. بالنسبه كيف ما كنقولوا يعني البائع غادي يقول لك اودي خاص هذه وخاص هذه، ولكن خصك دير الاحتياط ديالك وتجيب الميكانيكي، يعني غادي تدور معاه وهو غادي يشوف لك في حاله الى نفس الهضره اللي قال لك البائع، يعني اللي بغى يبيع الطوموبيل نفس المشاكل اللي قال لك مثلا خاصين لي زامون توسور، خاصه مثلا البومبا ديال المازوط او البومبا ديال الليسانس، خاصني يعني واحد التكلفه ديال 2000 درهم او لا 1500 درهم او حتى 3000 درهم، راه ماشي مشكل. في ديك الحاله الميكانيكي كيتاكد من الحاله الميكانيكيه ديال السياره كانت مزيانه، كدوز للطولوري. الطولوري هو الدور ديالو انه كيقلب لك الطوموبيل، ياك ما فيه تدير اكسيدون، ياك ما كاين شي صباغه معوده في شي بلاصه، شي باب اللي مبدل ولا شي حاجه. يعني هاد المسائل على حسب الهضره ديال البائع. الا ما قالش لك، الا في حاله البائع ما قالش لك باللي راه فيها شي مشكل ولا، هنا خصك تقلب، ومن الاحسن تقلب واخا يقول لك، غير باش كتاكد من المعلومات اللي عطاك. ثاني حاجه، المرحله الثانيه اللي كدير من بعد ما ان الطوموبيل كتقلبها مزيان وكتشوفها، ويعني وكيشوفها الميكانيكي وسميتو، واحد المرحله اللي هي مهمه قلتها لكم، اللي هي كارت غريز. كارت غريز حاولوا انكم تقلبوها مزيان، تشوفوا في حاله واش الطوموبيل مثلا 6 الخيل او 7 الخيل او 8 الخيل، باش تعرفوا الضريبه ديالكم. حيت دابا 6 الخيل ولا 7 الخيل في المازوت 700 درهم في الضريبه، ولكن 8 الخيل حتى 10 الخيل 1500 درهم. ولا ما كنتيش انت في الاستطاعه ديالك مثلا باش تخلص ديك 1500 درهم، والسيد مثلا قال لك حقا كذا راه الطوموبيل مزيانه وغير 7 الخيل ولا غير 6 الخيل وكتب عليك، يعني خصك تاكد، خصك تشوف كارت غريز، ضروري تقلب الكارت غريز. ايوا طبعا. وكتجي المرحله الاخرى هي الميكانيكي والطولوري يقلبوا لك الطوموبيل مزيان. المرحله الثانيه اللي هي كدي الطوموبيل ديالك لا فيه زيت، كدي الطوموبيل ديالك لا فيه زيت باش كتاكد من النوامر ديال الطوموبيل واش مزيانين او لا ما مزيانين. يعني النوامر اللي كيكونوا في الشاسي هما هادو، واش هما اللي كاينين في الكادر ديال، راه كيكونوا فوق المونجسور كل طوموبيل وفين كتكون البيسرينه حتى هي بوحدها. المهم كتاكد لا فيزيت، راه كياكدوا لك وكيخرجوا لك تقريبا الفيزيت كتكون بحال هكذا، بحال هذا الشكل، بحال هكذا كما كتشوفوا. هذه ضروري كدوزها هي الاولى حتى هي ضروري. من بعد هذه المرحله ديال لا فيزيت، ملي كتاكد بلي الطوموبيل المعطيات الميكانيكي كيقلبها، طولوري كيقلبها الطوموبيل يعني مريقله كيف ما كنقولوا، كيف ما تفاهمتي انت والبائع. من بعد كتجي المرحله الثالثه. المرحله الثالثه هي انكم كتمشيو باش تكاتبوا، يعني على حسب النهار. مثلا كنتو في نفس النهار غادي تقضيو الغرض، كتاخذ هذا الكارطون، كتسمى الكارطون، راه كاين البلاصه اللي داير فيها 7 دراهم، كاين البلاصه اللي داير فيها
6 دراهم. هذا هو الثمن ديالو في المدن، في مختلف المدن المغربيه. طبعا الا كنتو غتكاتبوا في نفس النهار، ما كنتيش غتكاتب في نفس النهار، راه كتحاول انك تعطي واحد العربون للبائع. هذاك العربون حاولوا ما يكونش كيتعدى واحد المبلغ ديال 1000 درهم، يعني 1000 درهم لتحت. في حالة ما تعرفش كتجيب الوقت، يعني وليتي استشرتي ما بقيتيش باغي هذيك الطوموبيل او لا، يعني هنا كتجي المرحله كيف ما قلت لكم الثالثه، اللي هي ديال باش انكم تعمروا هاد الملف، هاد الكارطون كيف ما كيتسمى، الكارطون ديال البيع. غير هنا كاينين عندنا جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول، واش هاد السيد اللي غتشري من عنده كارت غريز في سميتو، في السميه ديالو، او لا عنده وكاله كيف ما كتشوفوا هنا في الصوره. هذه هي الوكاله اللي كتحمل الرقم ديال السيد مول الطوموبيل والرقم ديال الموكل اليه ولا رقم البطاقه الوطنيه، وكتكون مغاليزيه طبعا، كتكون مصادق عليها. واحد القضيه في الوكاله ردوا منها البال، في حاله الا كنتي غتشري مثلا مع هذا الانسان وعنده وكاله، ردوا البال القضيه ديال الوكاله واش فيها مكلف بالبيع وبالسيركيلاسيون بكل شيء، حيتاش الوكاله راه كاينه الوكاله غير ديال انه باش يسيركيلي فقط، او لا خصها تكون الوكاله فيها يعني البيع من حقه باش انه يبيع لك الطوموبيل ديالك. يعني ردوا البال لهاد القضيه في الوكاله، ردوا لنا البال بزاف. في حالات الا تاكدتي من المعلومات كاملين، تاكدتي من المعلومات ديال الوكاله باللي راه مثلا باغي تاخذ بالوكاله، تاكدتي باللي راه المعلومات مزيانين، غتاخذ معاك لا فيزيت ديال البيع ديالك ضروري، لا فيزيت ديال البيع ديال انك اللي كتصاوب تقريبا ب 300 درهم على حسب المدن، 300 250 300 على حسب باش كتصاوب. كتاخذها معاك، كتاخذ معاك الكارطون، كتحاول انك تعمر هذه المعلومات. غادي ما بغيتش نحل هذا الكارطون حيتاش فيه المعلومات الخاصه بالسيد اللي معمر هذا الكارطون. كتعمر المعلومات اللي فيه، كتحاول انك تعمرهم يدويا، وكتمشيو انت والسيد، كتمشيو انت وياه تكاتبوا في يعني في المقاطعه او لا في البلديه او لا في اقرب او لا في الجماعه فين ما كنتو تقريبا، راه كتجاليزيو. كيكون الامضاء ديالو هو الامضاء ديالك انت ديال البيع، والله يسخر الله يسخر، تماك كتعطيه الرزق ديالو، كتعطيه الامانه ديالو، داكشي اللي كيتسال كتعطيه ليه. كنمشيو دابا للمرحله الرابعه، هي انك باش غادي تحول، اللي هي مهمه بزاف، باش انك تحول يعني كارت غريز في الاسم ديالك. شنو هما الوثائق اللي كتطلب؟ اول مساله اللي هي هاد كيف ما قلت لكم لا فيزيت تكون في السميه يعني ديالك ولا ديال سميتو، بالاحسن تكون ديالك انت اللي دوزتيها. كتمشي الكارطون كتعمر البلايص الاخرين، هما كيكونوا ديجا عمروا في المقاطعه ولا في البلديه، كيكونوا عمروا واحد البلاصه. البلايص الاخرين كتعمرهم انت بوحدك، كتمشي كتعمرهم انت كذلك يدويا، وكتمشي عند اقرب وفا كاش ليك او لا كاش بليس او لا تسهيلات، كتخلص فيهم التنبر، كتخلص فيهم التسجيل ديال السياره. يعني كتخلص تقريبا واحد 600 درهم، 605 دراهم او لا 655 درهم على حسب، يعني التسجيل ديال السياره. راه مساله اللي هي ضروريه حتى هي. من بعد اللي كتمشي للطرابوبليك او لا المصلحه العامه ولا كلها واش كنو كيسميها، هي فاش كتدفع هاد الوريقات ديالك اللي كيكونوا على شكل الوكاله مثلا الا كنتي في حاله كنتي شريتي بالوكاله كدي الوكاله، وكدي في حاله كانت طوموبيل وكاله كدير معاها فوتوكوبي ديال لاكارت ديال السيد اللي في الوكاله، ماشي ديال مول السياره الاصلي، ديال السيد اللي في الوكاله. ردوا البال مزيان هاد القضيه. كدي فوتوكوبي ديال لاكارت ديالو والوكاله، وكدي لا فيزيت ديال البيع، وكدي الكارطونه، وكدي كارت غريز القديمه، كديهم معاك صافي. من بعد راه كتدفع المسائل ديالك، الملف ديالك، ايوا راه تم ديك الساعه تقريبا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه راه كيعمروا الدوسي. وزيدكم واحد فوتوكوبي ديال لاكارت، نسيت واحد فوتوكوبي ديال لاكارت يكون غاليزي ديال السيد يعني الشاري حتى هو. صافي كتدفع المسائل ديالك والروسي ديال وفاكاش، كتدفع المسائل ديالك، والله يسخر راه كيعطوك واحد الجزء من هاد الكارطونه، كيعطوك واحد الجزء يعني في انتظار تقريبا واحد شهرين. من بعد راه كيعطوك كتخرج لك الكارت غريز ديالك.
تقريبا راه كنظن الامور واضحه، راه ما حاولت انني نختصر الفيديو باش تكون الامور واضحه. كيف ما قلت لكم راه نقولها لكم ثاني، لا فيزيت ديال البيع كارطونه ب 6 دراهم او 7 دراهم كتقاليزا في الاول في الجامعه او لا في نتا البائع، من بعد كتاخذ الا كان في حاله كانت وكاله كتاخذ الوكاله معها كارت غريز، مع كارت غريز مع فوتوكوبي ديال لا كارت ديالك انت وديال السيد الموكل اليه. في حاله اللي ما كانتش الوكاله لا ما كتكون غير كارت غريز ولا فيزيت والروسي باش خلصتي. حيت دابا في هذا السيستيم الجديد، راه دابا كنقول لكم انا دابا في هذا كورونا السيستيم الجديد هو هذا. كان من قبل كتمشي كتخلص في الضريبه، عاد من بعد كتمشي لدار التسجيل. دابا لا، دابا كتخلص في وفاكاش او لا في التسهيلات او لا في اقرب اجونس ليك، من بعد كتمشي لدار ديال التسجيل. هذا الشيء اللي كاين. ايوا الله يسخر الجميع، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.